مليار جنيه رصدت على 50. اقول لحضرتك دخل نادي الزمالك في الاربع سنين 8 سنين السنه اللي فاتت كام؟ مبلغ لا احد يتوقعه في مصر 5 مليار جنيه. مين يا فندم؟ 5 مليار جنيه في الثمان سنين اللي فاتت. دخل مين يا فندم؟ دخل نادي الكلام ده على الزمالك. مسؤوليتك ده انا قلت مره ولا حاجه في حلقه في 2017 قلت كابتن شوبر كان مستضيفنا، قلت نادي الزمالك دخل في الاربع سنين مليار جنيه، تمام؟ مليار جنيه. اما جه المسؤول عن نادي الزمالك قال له كابتن احمد قال مليار جنيه وقعد عدهم. قام طلع ورقه كده بيضاء ده كلهم 909 وحاجه، قال له يعني مليار جنيه. اول مره اقول الرقم ما كانش حد يعرفه. الفلوس بص المال العام غير منسق في مصر. ايوه انت جبت المبلغ ده منين؟ ما بقول لك من تشكيل برزنتيشن. احنا نادي الزمالك 105 سنه 55,000 عضويه. احنا حضرتك دلوقتي دخلت انا الانتخابات في 2014 على 55,000 عضويه يا مصطفى. دخلت انتخابات 2022 على 130,000 عضويه. يعني في 105 سنه 55. في 8 سنين اتضاف كام سنه كام يا كابتن مصطفى؟ 85. 85 في متوسط 70. يعني انت بتتكلم في 3 مليار جنيه عضويات بس، غير البث، غير الرعايه، غير المحلات اللي اتباعت 20 5 54. كل ده اقدر اجيب موارد، بس النهارده اسخرها للنادي صح، اوجهها للناس صح. فالموضوع دلوقتي الاستقرار الاداري جزء والاستقرار الفني جزء. انا اتعلمت بمقاي وفاروق. كان عندنا مصطفى نجم وايمن منصور، عملنا اول 10 ماتشات يا استاذ مهيب ما جابوش اجوان، 10 ماتشات. مقاي ده كان فاروق كان بيقول نغير نعدل، قال له هم دول رؤوس الحربه اللي انتهوا معايا الموسم، خلصوا الموسم هم هدافين